بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد. النهارده هنتكلم عن توبيك مهم جدا وهتقابله كتير جدا وأنت ماشي في بايثون، اللي هي الإف ستيتمنت. إف ستيتمنت إحنا بنتعرض لها حرفيا في حياتنا اليومية كتير جدا، بس إحنا ما بنبقاش واخدين بالنا. أي ابلكيشن أو أي لوجيك بتعملها في أي ابلكيشن في الدنيا لازم تعدي على الإف statement بتاعتك. طيب مثال على كده إيه، أنا دلوقتي ماسك الموبايل بتاعي وحبيت أقفل الواي فاي وافتح نت من الموبايل داتا، ممكن أقولها إزاي؟ تلاقيني بقول لك إيه، لو أنا بتكلم الباك جراوند تمام بتاع البرنامج كأني بقول له لو الواي فاي مقفول ولو الموبايل الداتا مفتوح ساعتها روح جيب لي من الخط انترنت. نفسها بالظبط الإف بتاعتنا الإف statement، أنا كأني باقول لو الحاجة كذا اعملها، طب لو مش كذا يا إما أقول له اتصرّف، يا إما أقول له مثلًا اطلع أو أقول له اعمل أي حاجة تانية. طيب خلّينا ناخده مثال، هي الإف أصلًا بتتكتب إزاي؟ الإف لازم بييجي وراها condition تمام، وبعد كده نقطتين فوق بعض. طب وبعد كده لو الcondition ده كان بtrue إيه اللي هيحصل؟ هيخش هنا 4 مسافات ينفذ لي البلوك اوف كود بتاعي. تمام، يعني لو الكونديشن بتاعي اتحقق، طب اتحقق ازاي؟ مش احنا درسنا الكومباريزون اوبريتور؟ تمام، هي نفسها بالظبط، او اللوجيك اوبريتور هي بيبقى نفسها بالظبط، انا ببقى مستني الحاجه اللي ترجع لي ريتيرن بتاعها بترو، البرنت بتاعها زي ما كنت بعمل بترو. لو هي رجعت لي بترو يبقى ساعتها هيخش يحقق لي اللي جوه الاف، اللي جوه الاف احنا قلنا بلوك اوف كود ممكن يكون كذا سطر، ممكن يكون 10 100 ألف سطر كود يتحققوا، بس إمتى؟ لو الcondition دي بالذات، لو الcondition دي كده بالذات طلعت لي إيه؟ ثانية معلش، لو الcondition دي بالذات طلعت لي إيه بtrue، طول ما هي بtrue معايا يبقى أنا إيه ماشي صح، هيدخل ينفذ لي إيه الblock of code ممكن يكون كذا سطر. طيب لو هي مش ما اتحققتش، يعني الreturn بتاعي كان إيه؟ كان بfalse. تمام، إيه اللي هيحصل؟ لو بfalse مش هيدخل أصلًا. تمام، مش هيدخل جوه الإف دي، أُمّال إيه اللي هيعمل؟ هيعمل skip كأنك بتعمل skip لحاجة، وبعد كده يخش يكمّل باقي الكود بتاعك. طيب تعالوا ناخده مثال، لو أنا جيت هنا قُلت له إيه، قُلت له عملت مثلًا number، الnumber ده بيساوي مثلًا 10. تمام، والله أنا عايزك تشيّك لو الnumber ده بيساوي 10 اطبع لي مثلًا إن الnumber بيساوي 10، طب لو مش بيساوي 10 تمام، قُل لي مثلًا إن الnumber لا يساوي 10، هاجي أقولها له إزاي؟ هاجي أقول له if لو الnumber ده ماله equal مثلًا إيه 10. تمام، وحطينا النقطتين فوق بعض وعلامة الإيه comparison operator الequal، وبعد كده أول ما بادوس enter هالاقيه لوحده هو أخد لي إيه مسافة 4 space 4 space. الPython sensitive أوي للمسافات. تمام، ممكن لو أنت واقف على أول السطر تدوس tab ينقلك إيه 4 مسافات. طيب هاقول له إيه مثلًا اعمل لي print مثلًا إيه كلمة، هاجي أقول له the number is 10، ما فيش أي مشكلة. طيب لو أنا جيت عملت كده إيه، لو الشرط ده طلّع لي false يعني ما اتحققش أصلًا، أنا ممكن أدّي له print إيه هنا برّه. تمام، أدّيها له في else بالمنظر ده، أو قبل else خلّينا مش لو، أدّي له مثلًا print إيه end program، وهنا آجي أقول له إيه مثلًا، أدّي له مثلًا print stored stored program بتاعي. تمام، طيب لو جيت عملت run هالاقي إيه طبع لي start الprogram بتاعي طبيعي،
وبعد كده قال لي the number is 10. ليه؟ علشان انا دلوقتي جوه شيك لي، فدخل اللي حصل في الباك جراوند اللي هو اول حاجه هيطبع لي دي. جميل جدا. بعد كده عمل لي فاريبل جديد سموه لي نمبر وحط جواه قيمه ايه 10. بعد كده دخل عمل لي اف شيك لو النمبر ده بيساوي 10. طب لو بيساوي 10 تعمل لي ايه؟ اعمل لي برنت للنمبر ده. معنى هنا هو النمبر فعلا بيساوي 10. ما انا كنت مديله هنا 10، فهنا الراجع بتاعي مين؟ هو ترو. فايه اللي هيحصل؟ يخش ينفذ لي البلوك اوف كود ده. هنا لحسن حظي ان السطر واحد، ممكن يكون 10 سطور، ممكن اكتب مليون سطر عادي، هيخش ينفذهم كلهم. بعد كده يطلع لي في الاخر يعمل لي ايه؟ اند للبروجرام بتاعي. جميل جدا. طيب لو انا جيت دلوقتي كيس بقى اللي النمبر ده تمام انا كنت مديله ب 50، ايه اللي هيحصل؟ وقف الفيديو وفكر كده في ثانيتين. تمام. لو جينا عملنا رن على ايه مثلا، ايه اللي هيحصل؟ مش هيشوف دي اصلا. امال ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لي البرنت ستارت بروجرام، هيست فاريبل جديد نمبر ب 50، وبعد كده هيشيك هل النمبر ده بيساوي 10. لا، هيقوم راجع لي فولس. طب هو هيطبع لي فولس؟ لا، ما انا ما قلتلوش يطبع لي فولس ولا قلت له اي حاجه. امال ايه اللي هيحصل؟ مش هيدخل هنا اصلا. امال هيعمل ايه؟ هيعمل سكيب لكل اللي جوه الاف ويطلع بره ينفذ ايه اللي بعد الاف اللي هو من اول السطر، مش اللي جوه الاف البلوك بتاعي. طيب لو جيت عملت رن على ايه؟ نفذ لي نفس اللي انا ايه قلته. الاقي عمل لي ستارت بروجرام وبعد كده عمل لي ايه؟ اند بروجرام. تمام. كده كده انا قلت لهوش يطبع لي النمبر، لكن قلت له يطبع لي الستارت والاند، وهنا مش هيطبع لي ال10 عشان الكونديشن بتاعي فولس. جميل جدا. طب انا عايز اجي اقول له حاجه تانية. ايه الحاجه التانية اللي انا عايز اقولها له؟ قلت عايز اقول له لو النمبر ده ما بيساويش 10، يعني اطبع لي لو النمبر ده بيساوي 10. طب لو النمبر ده طالع ما بيساويش 10، قول لي النمبر مش بيساوي 10. عادي جدا. حلو. هاجي اقولها له ازاي؟ هاجي نفس الكود بتاعي بالظبط، بس هاجي بقى بره قصيت حاجه جديده اسمها إلز، نقطتين فوق بعض. وبعد كده اجي اقول له ايه؟ برنت. تمام. واجي اقول له مثلا the number مثلا not equal 10. تمام. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بقى الخطه بتاعتنا هتتغير ازاي؟ كده كده هيتباع لي الستارت البروجرام، وكده كده هينفذ لي النمبر يشيل جواه ايه؟ 50. هيجي يشيك اف لو النمبر ايكوال 10. طب النمبر اللي بيكوال 10 لا، فايه؟ فولس. فيقوم عامل لي سكيب للي جوه الاف، ينفذ اللي بعده الالس. كاني بقول لك لو كذا اعمل كذا. طب مش لو كذا، لو كذا اعمل كذا، ولو كذا اعمل لي كذا. تمام. يعني كاني بقول له لو ده ما حصلش نفذ لي حاجه تانية خالص. نفس الفكره بالظبط. فالس دي باجي انهي بيها الشرط، كاني بقول له لو النمبر بيساوي 10 نفذ لي ال 10 وخلاص، ما تشوفش إلز. طب لو مش بتساوي 10 اعمل لي سكيب وادخل لي على الإلز. الإلز بقى ساعتها ينفذ لي اللي جواها. تمام. هي برضو بلوك نفسها بالظبط، نقطتين فوق بعض ولازم يكون في ايه؟ 4 مسافات. تمام. وبعد كده هيقوم خارج بره الاف اصلا ويعمل لي برنت للاند بروجرام بتاعي. يا رب الصوره تكون ايه؟ وصلت. طب لو جيت عملت رن، هاجي اعمل رن هلاقي ايه؟ قال لي ستارت بروجرام. جميل جدا. وبعد كده قال لي ذا نمبر نوت ايكوال 10. تمام. وده فعلا عمل لي سكيب. وبعد كده عمل لي الاند بروجرام بتاعي. جميل جدا. كده احنا اتعلمنا الاف والالس. تمام. اف لو كذا خش طبق. طب لو ما كانش كذا وعايزه يعمل لي حاجة تانية، ساعتها ألجأ للإلز. اما لو مش عايزه يعمل لي اي حاجه، لو الشرط ما اتحققش ممكن اكتب الاف بس لوحدها. طيب عندنا كمان ايه؟ عندنا لو انا عايز اديله اكتر من شرط. تمام. لو النمبر بيساوي 10، لو النمبر بيساوي كذا، لو النمبر بيساوي كذا، لو النمبر بيساوي كذا. تمام. انا ممكن اعملها ازاي؟ عايز اقول له لو النمبر ايكوال 10 ايه اللي هيحصل؟ اطبع لي برنت نمبر از ايكوال 10. تمام. طيب
لو حاجة تانية وعايز أدّي له شرط تاني، ساعتها ما ينفعش أحط else، أُمّال هاحط إيه، حاجة اسمها الIF. تمام، والIF دايمًا بتيجي بعد الIF. تمام، يعني بابتدي الأول بالIF وبعد كده أستخدم الIF. طيب الIF وأحط وراها الشرط كإني باكتب if بالضبط، عايز أقول له مثلًا number، تمام، ماله أصغر من أو يساوي 10. تمام، ونقطتين فوق بعض، وبرضه ألاقيه إيه ال4 مسافات، هاقول له print مثلًا إيه، هاجي أقول له the number less than or equal إيه 10. طيب في الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ أنا دلوقتي لو جيت عملت run، تمام، هيشوف هيبتدي أول حاجة بالstart program بتاعي، وبعد كده هيset number ب50، وبعد كده هيشيّك هل النمبر بيساوي 10؟ لأ، مش هيدخل لي جوّه الIF دي أصلًا. طب بعد كده هيعمل skip للي بعدها. تمام، طب هل النمبر ده أصغر من أو يساوي 10؟ لأ. تمام، فبرضه مش هيدخل، هيطلّع لي false، مش هيدخل ينفذ لي دي، هيقوم skip للي بعدها اللي هي الelse. تمام، وبعد كده يخش ينفذها وينفذ الend program بتاعي. لو جيت عملت run هالاقي إيه، نفس اللي أنا قُلته بالضبط. start program the number not equal 10، وبعد كده end program. طب لو أنا حبيت أحط كذا شرط، هاستخدم حاجة تانية، أنا ممكن أستخدم الif عدد لا نهائي براحتي. فأنا هاجي هنا أقول له إيه، هاجي أقول له خلّينا نمسح بس، هاجي أقول له بعدها اعمل لي مثلًا الif لو النمبر ماله أكبر من أو يساوي 10، روح اعمل لي إيه print إيه the number is greater or equal إيه. طيب هتمشي إزاي برضه زي ما إحنا متعودين، أول حاجة هيشيّك start، أول حاجة هيبتدي بيها start program، بعد كده النمبر equal 50 ده اللي إحنا متفقين عليه. طيب بعد كده هيشيّك هل النمبر equal 10؟ لأ. تمام، هيعمل لي skip للي بعده. طب هل النمبر أصغر من أو يساوي 10؟ لأ، هيطلّع لي false، هيعمل لي skip للي بعده. طب هل النمبر أكبر من أو يساوي 10؟ آه طبعًا، ده هو ب50 فأكبر منه. تمام، فهنا هيحقق لي يدّيني الcondition بtrue، فبالتالي يخش ينفذ لي السطر اللي جوّه البلوك. تمام، جوّه الIF. طب وقتها يعمل لي skip ويدخل الelse؟ لأ، هو بعد ما ينفذ ده خلاص، بعد كده هيروح يتجه للمين، للإيه، للend program، ينفذ لي برّه الIF، يطلع برّه البلوك بتاع الIF أصلًا عمومًا. طيب لو جينا عملنا run هالاقي إيه، قال لي start program، وبعد كده قال لي the number is greater or equal 10، وبعد كده قال لي إيه الend program بتاعي. يا رب الصورة تكون واضحة، ولو في أي استفسار سيبه لنا في الكومنتات، هنرد عليكم على طول إن شاء الله أو في جروبات الدعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.